السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد. قبل ما اتكلم احب ارحب بكل المشتركين الجداد اللي جم عندي في القناة، واقول لهم نورتوني، ويا رب القناة تكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله هنقول افكار جديدة، كل الفيديوهات اللي جاية فيها افكار جديدة. قبل ما نبدأ هنصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم مع الامهات، هنقول لهم كلام حلو قوي من القلب لكل امهاتنا، عشان ازاي يتعلموا ان هم يعملوا سلوك كويس مع بناتهم وهم صغيرين، ويعلموهم ايه. بناشد كل ام ان هي تعلم بنتها وهي صغيره في ابتدائي، تاخدها جنبها كده تعلمها كل حاجه. ما علمتهاش وهي صغيره هتكبر مش هتعرف اي حاجه. بقول لكل ام، انت بتعملي شغل البيت كده، خلي بنتك معاكي في كل بيت، في كل حته في البيت، سلوكها تتعلم منك السلوك. يعني مثلا تشرب منك طبعك، تشوفك انت بتتصرفي ازاي بتتعلم منك. علميها شغل البيت، ما تزعليش منها ان هي بتكسر، خليها تكسر، خليها تبوظ، خليها تحرق، المهم ان هي تمسك الحاجه بايديها وتتعلم ازاي تتعامل مع كل حاجه في البيت. علميها شغل البيت، التنظيف بسيط، ابدأي معاها خطوات بسيطه. طبعا ابتدائي مش هتقف على البوتاجاز، انت هتعلميها الاول تبداي بخطوات البيت. بعد كده خديها معاكي وانت بتشتري الخضار. ايوه، وانت بتشتري الخضار وقفيها جنبك، تبص على البياعين وتبص عليكي وانت بتتعاملي معاهم، وتشوفي كنت بتفصلي، وتشوفي كنت بتنقي الحاجه وتنقي معاكي بايديها. يعني تخليها تحط ايديها في الخضار وتمسكه وتنقيه. يا جماعه السلوك دوت مهم جدا جدا، عشان انت ما تتعبيش معاها لما تكبر. انا بلاحظ ان كل البنات اغلبيتهم لما بيكبروا بيشوفوا حاجات بيتفاجئوا بيها، ويقول لك لا انت ما قلتلناش، ما علمتناش، ما قلتلناش. يعني بحس ان هم بيتفاجئوا. السلوك دوت مهم جدا. معايا في قناتي انا يعني مدرسه بعلم سلوك الحياه، التعامل مع الحياه، الامور البسيطه دي يا بنات ما تستهونوش بيها. انا بكلم كل ام جديده، ولو ام عندها اولاد لسه في ابتدائي تسمع مني الكلمتين دول. علميها وهي صغيره، لما تكبر هتشيلك، هتقف معاكي. هي هتستفيد وانت هتستفيد، هي هتستفيد تبقى ام كويسه في بيتها وشاطره وناجحه، وانت هتستفيد ان هي هتخدمك لما تكبري. ما انت مش هتفضلي طول عمرك بنشاطك وحيويتك، انت بتكبري وتحتاجي بنتك ان هي تساعدك. انا بتكلم ليه عن الامهات للبنات الصغيره، ان هم لازم يتعلموا وهم صغيرين، ما تعلموش وهم صغيرين صدقيني بتتعبك جدا. بالذات لما بيطلعوا ابتدائي واعدادي، في سته واعدادي يقولوا لك لا احنا مش عايزين، مش هنعمل، كسلانين. لا، انت نشطيها وهي صغيره في ابتدائي، خليها تمشي معاكي في كل حته في الاوضه. دخلتي الغرفه توضبيها وتنضفيها، خليها تخش معاكي. يا حبيبتي بصي اعملي التسريح عندي، شدي معايا المخده، امسكي دايه السرير معايا، اكنسي انت الاوضه كده. خليها تقوم بكل الامور معاكي، بس ايه، على حاجه صغيره، على بسيط، تبقى مساعده ليكي. ممكن تقف في الاول تتفرج من غير ما تعمل، في الاول تاخد فكره كده، بعد كده خليها تمسك بايديها كل حاجه. تخش الشقه تمتلك معاكي في كل حاجه، كل حاجه بتعمليها خليها ملازمه ليكي جنبك في كل حاجه. زي ما قلت لك، لما تنزلي في اي مشوار تشتري لبس العيد، خديها معاكي وهي بتنقي، فرجيها وعرفيها وقولي انا بختار ايه وبعمل ايه. خليها ملمه بكل امور الحياه. صدقيني لو انت عملتي كده وبنتك وهي صغيره هتكبر هتشيلك وهتشيل نفسها وتبقى ست بيت شاطره. نتكلم في موضوع الطبخ كمان، ان الاكل بالذات البنات مكسله عن الاكل. شويه مكرونه مش عايزين يعملوها، تعلميها تعمل كل حاجه، تقف جنبك تقلب البصله، تعمل شويه فول، تقف جنبك تتعلم الشاي تعمل ازاي، الحاجات البسيطه قوي اللي احنا بدانا نتعلمها واحنا صغيرين. يا جماعه السلوك دوت مهم جدا ان احنا نغرزه في اولادنا وهم صغيرين، والصبيان كمان. الام اللي عندها صبيان بس ما عندهاش بنات، علمي الصبيان، الصبيان يشيلوكي، الصبيان يقوموا بامور البنات. مش عيب ولا حرام، مش عيب ان ابنك يتعلم الطبخ دي يتعلمها. ليه ما يتعلمش؟ يعني ليه كله مثلا نقول ايه ده، انا طب انا ما عنديش بنات. علمي ابنك، لو ابن واحد علميه، لو ثلاثه علميهم. فاهمه؟ يعني ايه الامور البسيطه دي لازم انت يفيد ويستفيد. ما تبقيش انت شايله الحمل كله على دماغك وسايبه الاولاد كل واحد قاعد له في اوضه ماسك التليفون. البنت تكبر وهي مش عارفه حاجه، علميها ازاي تخيط الهدوم. اه والله الحاجات دي مش قولي حاجات هايفه، لا مش هايفه والله. افرض حاجه اتقطعت في هدومها والترس قافل مثلا، او هي صغيره مش تقدر تمشي، اعدادي مثلا، وتنزليها لي كل شويه خيطي يا حبيبتي بلوستك، خيطي بنطلونك، خيطي الزرار. وليه لا؟ كلنا عملنا كده، كلنا امهات. الحاجات دي كلها بتتنسي واحنا بنفكر بعضينا بيها. انا مش جايه اقول بقى، انا بقول حاجه محدش قالها، احنا بنفكر بعضينا. انا بقول الامهات اللي بتتشغل عن الحاجات دي وسايبه بنتها كده او سايبه ابنها، لا اغرزي فيهم العادات دي.
صلاح الحال، صلاح الحال، البيوت اللي تبقى صالحه، البيوت اللي فيها اعتماد على الاخر وعلى النفس. يعني انا مش كل حاجه انا اعملها، لا، اولادي اعتمد عليهم، اللي موجودين في البيت يبقوا معايا في كل حاجه، اعلمهم ازاي يوفروا، ازاي يشيلوا قرش للزمن. كل واحد يبقى له حصاله كده صغيره ويحط فيها فلوس. السلوك ده يا جماعه بسيط، بس بيعمل عيله، بيعمل شخص، بيعمل راجل، بيعمل ست صح في كل حاجه. لما تروح بيتها تبقى عارفه كل امور بيتها. الولد يقدر يسد، لو مراته مثلا والده تعبانه عند مامتها يقدر هو يخدم نفسه. امور بسيطه بس صدقيني بتفرق جدا حياتنا وعيشتنا. ازاي نخدم نفسنا، ازاي نعلم غيرنا انه يخدم نفسنا. ولادك دول نبته، علميهم، ازرعي فيهم كل حاجه، هيكبروا وهيثمروا ويطرحوا عادات جميله واسلوب جميل، هيبقوا نافعين ليكي وليهم. واخده بالك؟ الحاجات دي ما تستهتريش بيها. الفيديو بسيط، بيتكلم عن حاجات بسيطه، بس هي برضو مش بسيطه في نفس الوقت. تبان لناس ان هي بسيطه، لكن لا، هي مهمه جدا جدا جدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله اكون قدرت اوفر المعلومه. ان شاء الله تبقى عندنا فيديوهات حلوه كتير ناجحه. عايزاكم تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.